مساء الخير عليكم. تعالوا نشوف الخطوة التانية في حل مشكلة الفريزر اللي هو بيعمل تلج، اللي بيكون تلج. الفريزر الأدراج اللي هو نو فروست، اللي هو بيعمل تلج. لو أنا عندي فريزر أدراج ونو فروست وبيعمل تلج، تعالوا نقول نحل المشكلة ازاي. احنا في الأول في الفيديو اللي فات قلنا ان احنا بنسيح التلج ازاي، فالخطوة التانية ان شاء الله هنقول برضو ايه اللي ممكن نقدر نعمله مع الديفريزر اللي هو بيكون تلج في الداخل، ويكون ديفريزر ادراج ويكون نفرست كمان. هيعمل تلج؟ ممكن يعمل تلج. هيعمل تلج في الحالات التالية، اللي هو لو الفريزر اتفتح واتقفل كتير، يعني في اليوم كل شوية تك 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 بيفتح ويقفل، شغال على طول باستمرار، ده هيعمل تلج. لو الكهرباء بتقطع فترات طويلة هيعمل تلج وهيأثر على الموتور. الحاجات دي نعالجها ازاي؟ قلنا في الفيديو اللي فات ان احنا بننظف الفريزر من الداخل. المرة دي هنقول ان احنا كل ما نلاقي الفريزر بيعمل بقع ميه، قطرات ميه، او بيعمل زي حبوبات السكر كده على التلج من فوق، تلج من فوق في الادراج او على الحاجه، هنجي نطلع الحاجه اللي جواها كلها ومروحه ونشغلها من الجنب كده على جنب الجهاز كده، ونسيبه يبرد كده، يكون شايلينه من الفيشه ونسيبه يهدى خالص، يبرد من السخونيه، لانه هيبقى ده تاثير سخونيه جامده عليه، لانه ده بيبقى طبعا الجهاز ملزوق في الحيطه، لازق في الحيطه، مفيش مسافه تهويه حلوه. الفريزر فيه حمل كتير قوي عليه. في الكهرباء الفريزر الفيشه بتاعته مش مظبوطه، بتتهز كل شويه، كل ده بيعمل تلج. فاحنا بنشيل الفيشه وننظف الحاجات، نطلع الادراج كلها اللي جواه، ونشغل المروحه من الجنب، وننشف الجهاز من جوه، ونبتدي نسيبه يهدى كده خالص. لما يبتدي ينزل كل التلج اللي موجود جوه على المروحه يبتدي ينزل، وبعدين نحط الحاجه فيه ونشغله تاني من جديد، وكده يبقى الجهاز ابتدى يشتغل معاك دوره جديده، بدل ما انت تشتكي للصيانه ويجي لك فني ويقول لك تكلفه الصيانه قد كده ويكلفك تكلفه عاليه. لا، انت حل المشكله بايدك في بيتك. ولو عندك مشكله كلمنا، ارجع لنا، احنا تحت امرك، موجودين معاك في خدمتك او في خدمتك. احنا خدامينكم في اي وقت. اكتبوا في التعليقات، شاهدوا الفيديوهات بتاعتي، اعملوا لايك وشير للقناه. انا خدامكم تحت امركم مع جهز بيتك مع ابو فارس. شكرا لكم.